السلام عليكم ورحمة الله. واحد المواطن جزائري جا المغرب ودخل المرجان وتفاجأ بالخيارات المتنوعة من المنتوجات الغذائية، ولكن هو ركز أكثر على الحليب. شوفوا الفيديو ونتلاقوا في الآخر. الاخوان، راني هنايا في مرجان، شفت واحد لاحظت حوايج في شكال ما شاء الله. الناس ما كتديش هنا الحليب بالواحد، كيجيو واحد ساكن هتولي هاد الجهه غير حليب يا خويا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. زيدوا نكملوا من الفيديو كيبين ان الجزائريين عندهم الحليب عمله نادره، وهذا الشيء واضح وباين. صراحه الفيديو كيأسف اكثر مما كيفرح بالنسبه لي انا كمغربي. بطبيعه الحال القصد ديالي في هذا الفيديو ماشي باش نستهزأ بخوتنا الجزائريين، حيت الامر ماشي بيديهم، كيف ما حنا كنعانيو بعض المشاكل مع هاد المفسدين ديالنا والاحتكار اللي كنعانيو مع هاد الحكومه. والشعب الجزائري في الاصل شعب راقي وناضج، وديما كنقرا التعاليق ديالهم في الفيديوهات وكنتفاجئ كيفاش كيدعيو معنا وباغيين لينا الخير. كنتأسف حيت عندنا مواد اساسيه محتاجينها هما كيف ما حنا محتاجين لبعض المنتوجات عندهم. تمنيت شي نهار هذا النظام الجزائري تغير العقليه ديالو، حيت هو اللي فيه المشكل في هذا الموضوع، ويقبل طلب الملك في الصلح العلاقات الدبلوماسيه، ويكون حوار جدي وعقلاني وموثق من اجل فتح الحدود وتفعيل التبادلات الاقتصاديه. وهكا حنا غنستوردوا منهم الغاز والبترول اللي محتكرين عندنا في المغرب، وحنا نعطيوهم الحليب والخضروات، واللائحه طويله. اودي الله يهدي ما خلق وتجمع الشمل ديال هاد الدول الشقيقين. عطوني رايكم في الموضوع وما تنساش تبارطاجي الفيديو ولا دير لي غير شي جيم وتابونا في القناه. عملوا معاهم، رانا على وشك الاتفاق باش ندير مزرعه نتاع 100,000 هكتار. سي كيل ولايه مسيو البريزيدون؟ في نديروها في أضرار 100,000 هكتار باش نبدا لأول مرة نحاول ننتج الغبرة نتاع الحليب عندنا. ماهوش قدر المحتومة